في برضو نقطه مهمه ان الاطفال ما عندهمش الجزء في المخ اللي بيبقى مسؤول عن الاراده، مش بيبقى ديفلوبد في الاطفال اصلا هو بيبتدي يديفلوب واحنا اكبر. تمام. فانا ما ينفعش اجيب لطفل في البيت كاندي وشوكولاته واكل واحطه قدامه اقول له بس انت ما ينفعش تاكل من ده عشان انت اتخن من اخوك. لازم الاكل اللي افيلبل، الكالتشر نفسها، الثقافه، الاكل اللي افيلبل في البيت عامه يبقى كلنا ينفع ناكل منه. حته الكميات يعني لو هو بياكل اكل صحي او هي بتاكل اكل صحي وهم بيكبروا، احنا مش هينفع ان احنا نقول لها اصل انت كده المفروض تكوني شبعتي، ما هي جسمها انا مش فاهماه. فاز لونج ان هي بتاكل كواليتي اكل كويسه، از لونج ان احنا دخلنا الحركه. طب احنا الحركه هندخلها ازاي؟ نفضل ندور لحد ما نلاقي رياضه هم مبسوطين فيها، ولو لقينا ما لقيناش رياضه احنا هم مبسوطين فيها دلوقتي، ده مش معناه ان هم يقعدوا في البيت وما يتمرنوش، لان ده مش صح. بس ساعتها نربط لهم الرياضه بفاليو تانية، مثلا مجتمع فور اكزامبل، ان انا هاجي معاك واشجعك فانت هتبقى مبسوط ان انا موجوده. بعد ما تروح التمرين هتلعب مع اصحابك، فيبقى في حتى لو هي حاجه مش بالنسبه له مش مبسوط بيها، لان هو مش في مكان انه يعمل قرارات الصح والغلط وانا اللي دوري ابقى مسؤوله عنه، ان انا ما اعملهاش بطريقه فيها تكرهه في نفسه. ما اقولوش ان انت بتروح تعمل الرياضه اللي انت مثلا دلوقتي مش حاببها عشان انت تخين او انت تخنتي او عشان لو ما عملتيهاش هتتخني. لا، انا اقول له ان انت فور اكزامبل الرياضه دي انت ممكن تعرف منها ناس، على فكره الرياضه دي هتعلمك كذا. اللي هو دايما اللي يخوف ده بالظبط. ده اللي انت عايز تقوليه، ان هو بالظبط. ما تخوفش البني ادم، اللي هو يا كده يا كده. صح. دي اكتر حاجه غلط ممكن تكون تعملها. بالظبط.